علي أول ما فتح لهم الباب يتصدم لما شاف الكل قدامه. هو في إيه؟ أهلا يا دكتور علي، فاكرني ولا تكون خلاص نسيتني؟ أكيد فاكرك يا دكتور نادر، هي دي محتاجة كلام يعني؟ طب كويس يا علي، الحمد لله إنك طلعت فاكر بقى. هو في حاجة؟ لا يا راجل، قول حاجات. حاجات إيه؟ هو أنت بتستعبط ولا عامل نفسك غبي؟ قصدك إيه؟ والله لو سمحت أنا مش فاضي، كان على عيني والله هدخلكم، بس أعمل إيه؟ ورايا حاجات كتير مش هقدر. ومسكوا مهاب جامد. رايح فين يا دكتور؟ انت ماسك فيا كده ليه؟ سيبني، ابعد عني، والا ايه؟ انت عندي وفي بلدي، وممكن اخلي الناس تعمل معاك الواجب على اصوله، انت وهما. وراح شده وركبه معاه العربيه وخدوه على مكان مقطوع. ايه ده؟ نزله مهاب وزق علي، وقع على الارض وطلع سلاحه وحطه عليه. انت بتعمل ايه؟ مهاب، طلعت سلاحك ليه؟ اخرس انت يا نادر، سيبنا اشوف الاشكال دي واتعامل معاهم. انت بتغلط. لا ما تعرفش يا علي اني بحب الغلط قوي؟ ايه رأيك بقى لو عملت معاك الغلط ده؟ يعني ايه؟ ممكن اخليك تخسر رجلك مثلا او دراعك، او ممكن تخسر، ولا بلاش اكمل؟ لا مش هتقدر تعمل حاجة. دايما بحب التحدي ده، اللي يقولوا مش هقدر، بحب اثبت قوي ان انا اقدر. وراح ضرب طلقة في الهوا. المرة دي في الهوا. صدقني المرة الجاية مش بعيد تكون في نص دماغك. ما بلاش يا ابن الاكابر تدوق علقة رجالة بلدي. ما بلاش انت تشوف بقى شهامة ورجولة ولاد البلد اللي هم احنا. وعلي كان خايف قوي من كلام مهاب وعمال يبص حواليه. مالك عمال تبص حواليك كده ليه؟ تكون مستني نجدة ولا حاجة؟ لا مفيش للأسف. بصله وهو خايف ومرعوب منه. ومرة واحدة جم مجموعة من رجالة علي، كانوا راكبين عربية ورموا قنبلة مثيرة للدموع على مهاب، وخدوا نادر وحسام وركبوهم معاهم العربية. استنوا، نادر وحسام فين؟ راحوا فين يا مهاب؟ والله ما هرحمك يا علي، لا انت ولا اللي معاك خالص. وكان مهاب زي المجنون ومتعصب قوي. وركبوا العربية. هنعمل ايه يا مهاب؟ مش عارف، بس لازم اعلمه درس. وراحوا خدوا شقة وقعدوا فيها. ايه، فكرت في حاجة؟ بفكر يا مارك. ونروح عند علي. كانوا خدوا حسام ونادر وربطوهم كويس هما الاتنين. ايه يا دكتور نادر، شكلك هتشرف معانا شوية. المكان هنا مش قد المقام. بتغلط يا علي. غلط بغلط بقى يا دكتور نادر. فتحت باب جهنم عليك، عايز نقفله. اوعى تفتكر ان احنا علشان متكتفين كده مش هنقدر نعمل فيك حاجة. صاحبك جاكي شان شكله. علي، انت غلطت في حقي وقلت كلام كذب، وفي الاخر انت بتعمل كده؟ هو انت ما تعرفش ان اللي بيعملوا كده اصلا بجحين ومش بيفرق معاهم حاجة خالص؟ عارف نفسك جدا. الاعتراف بالحق فضيلة ولا ايه؟ وانت عارف الحق ولا تعرف عنه حاجة اصلا؟ لا خالص بصراحة. روقوا عليهم يا رجالة. وبدأوا الرجالة يضربوا نادر وحسام. فكنا كده وانت تشوف بقى الراجل. راجل لراجل بتكون ازاي؟ مش كنت جاكي شان من شوية؟ خلينا نتعامل راجل لراجل وفكنا. ما عنديش وقت، روقوا عليهم وانا خارج. وخرج علي والرجالة فضلوا يضربوا في حسام ونادر، وبعد كده خرجوا. الحقير، والله ما هسيبه. اسكت بقى، شكلنا وحش قوي. اخرس يا نادر، البرستيج ضاع. اخرس يلا، هو انا ناقص؟ اتخطفنا مع بعض يا حس. هو احنا في رحلة يا نادر؟ الضرب أثر على دماغك ولا ايه؟ قوي قوي. احنا فقر. تفتكر مارك ومهاب بيفكروا في انهي خطة؟ مهاب ده دماغ لوحده، ومارك يا اخويا دماغين لوحده. سبحان الله، ما وفق الا لما جمع. ونرجع عند مارك ومهاب. كانوا رايحين جايين في الشقة عمالين يفكروا، ومرة واحدة مهاب نزل وركب عربيته. استنى يا مهاب. ونزل جري وراه مارك وركب معاه. وراحوا على بيت علي، وفضل يخبط وعلي فتح لهم. اهلا يا رجاله، لحقت اوحشكم كده معقول؟ نادر وحسام فين؟ معرفش هما فين. اخلص يا علي. مالك عصبي كده ليه؟ اخلص. تشربوا ايه؟ هشرب من دمك. هو انت منهم اكلين لحوم البشر؟ بصراحة انت غير مرحب بيك. وعلي قفل الباب، وفضل مهاب يخبط جامد في الباب ويرزع فيه برجله لحد ما كسره. لا، ما مش مهاب الحديد اللي يتعامل معاه كده. لا هو انت ما تعرفش ان مهاب لو قدامه حديد هيدخل منه؟ هو انت واللي معاك مالكم في ايه؟ عندكم قوة خارقة؟ ابرح امك. وراح نزل فيه ضرب زي المجنون. لما تحب تشوف ضرب الرجالة اللي بجد قولي وانا اوريك. حسام ونادر فين؟ معرفش. برضو معرفش. ونزل عيل في عمر 10 سنين. سيب بابا، عايز من بابا ايه؟ بص مهاب على الولد لقاه ماشي بعكاز ومركب رجل صناعي. ما تخافش يا حبيبي، انا وبابا بنلعب مصارعة مع بعض. اسمك ايه يا حبيبي؟ باسم. اسمك حلو قوي، انا مهاب. اسمك حلو، بس انت بتعمل مع بابا كده ليه؟ لا مفيش حاجة، انا وبابا صحاب مش كده يا علي؟ اه اطلع فوق يا حبيبي. لا انا خايف عليك منه. لا ما تخافش، هو مش هيعمل لي حاجة.
مش هسيبك، ما تجيش جنب بابا. هو ماله يا علي؟ عربية خبطته ورجله للأسف اتقطعت وركبت له رجل صناعي زي ما انت شايف، وبنتي فوق محتاجة زرع كبد ومحدش فينا أنسجة جسمه متطابقة معاها، وعايزة فلوس للمتبرع وفلوس للعملية. وما باليد حيلة يا أستاذ مهاب، ما هو اللي إيده في المية مش زي اللي إيده في النار. وترضيها على عيالك تعالجهم بفلوس حرام؟ كنا لقينا الفلوس الحلال وقلنا لأ؟ ما لقيتش غير الحرام. عايزني أعمل إيه؟ بنتي بتموت قدام عيني كل يوم. انا لما خطفتهم بس لحد ما اعمل عملية بنتي علشان تتم، علشان لو فتحت لك بقي بكلمة واحدة بعرض حياة بنتي للخطر، والعملية كمان يومين بفلوس حرام بشهادة زور. اعمل ايه؟ تفتكر بنتك هتخف بفلوس شهادة زور؟ اعمل ايه؟ قولي الحقيقة وانا هسفر لك بنتك بطيارتي الخاصة، وكمان هحجز لها في احسن مستشفى برا مصر، وهجيب لك متبرع كمان. بس قولي الحقيقة علشان بنتك تقوم يا علي. صعب، هخاف، صدقني هقف معاك واضمن لك ده. جهز بنتك وانا هخلي بنتك تسافر كمان ساعتين، وابعت معاها امها واخوها علشان تكون متأكد بنفسك. بجد وعد مني. بابا هو شكله صادق، انت واخد فلوس حرام من حد؟ يا بابا انت على طول بتقولي اوعى تاخد حاجة من حد، اوعى تمد ايدك على حاجة مش بتاعتك. طب انت ليه عملت كده؟ اسمع كلام عمه، شكله طيب قوي. صدقنا انا ومهاب هنتكفل بكل حاجة. موافق، بس بنتي تسافر الاول. جهز بنتك وانا هعمل مكالمة وخلص لك كل حاجة. ومهاب عمل مكالمة وحجز له كل حاجة. عملت كل حاجة، وكان علي جهز البنت والأم جهزت هي وباسم، والسواق خدهم للمطار وركبوا طيارة مهاب الخاصة وكلموه هما في الطيارة. صدقت ولا لسه؟ علي كلم رجالة، هات حسام ونادر، والرجالة جابوا حسام ونادر عند مهاب. اعترف بكل حاجة بقى. بنتك في الطيارة، أكيد محدش هيوقف الطيارة. أنا مستعد. وخدوا علي وراحوا على القسم في القاهرة، وكانوا قدام القسم. كلم الدكتور خليه يجي يعترف هو كمان، ورن علي عليه. ألو، بترن ليه؟ أنا رايح أقول كل حاجة، تعالى أنت كمان. الحرام آخرته وحشة ومش دايم لحد، تعالى وخلص ضميرك. لا مش هقدر. اسمع الكلام كله إلا الشهادة الزور. بس يا علي، الحارس ربنا. تعالى يا دكتور. دكتور نادر ما يستاهلش اللي حصل فيه، وعمره ما قفل بابه في وش حد، عارف؟ بس مفيش بس. قوم تعالى خلينا نبرئه. انت فين؟ قدام القسم، يلا تعالى. جاي يا علي. انا مش هقدر اشوف النوم ولا عارف انام، صعب قوي يكون عليا ذنب. انا مش عارف اشوف النوم ولا راحة البال. وقام الدكتور نزل وراح لهم ودخلوا القسم. خير يا استاذ مهاب؟ سبق وجبته نادر هنا متهم، وهو جاي دلوقتي وهو بريء. يعني ايه؟ هقولك على كل حاجة. وتعالوا نروح فلاش باك. كانوا شغالين في المستشفى، وعبير راحت المستشفى بتدور على اكتر ناس حالتهم المادية صعبة، وعرفت ساعتها الاتنين دول والممرضة. حلو قوي. خرجت وقفت بالعربية، وكان علي خلص شغل. نزلت من العربية. اركب معايا. ليه؟ مصلحة فيها 1,000,000 جنيه. ايه؟ اركب. وركب معاها العربية. خير؟ عايزاك تشهد على دكتور نادر. بايه؟ انه بيتاجر في الاعضاء. ايه الجنان ده؟ بنتك اللي محتاجة زرع كبد تستحق 1,000,000 جنيه ولا ايه؟ بتمسكيني من ايدي اللي وجعاني؟ ها، قلت ايه؟ موافق. تعجبني، يبقى تعترف عليه. وبدأت تقوله على الكلام اللي هيقوله للظابط، واديت له الفلوس. ونرجع من الفلاش باك. وانت؟ وتعالوا نروح فلاش باك تاني. كان الدكتور قاعد بيفطر ولقاها قعدت قدامه. خير؟ مصلحة كويسة. ايه؟ اعتراف حلو على دكتور نادر وليك 1,000,000 جنيه. كام؟ 1,000,000. عارفة انك محتاج الفلوس قوي. ايه؟ عارفة عنك كل حاجة، وانك هتطرد من الشقة. عرفتي كل ده منين؟ معايا ولا عليا؟ معاكي. وبدأت تقوله على الكلام اللي هيقوله. ونرجع من الفلاش باك، ونفس الكلام كان مع الممرضة برضه. معقول عبير عملت كل ده؟ واكتر من كده كمان. انا اسف يا استاذ نادر، المهم الحياة ظهرت، دي اهم حاجة، الباقي مش مهم. حضرتك تقدر ترجع لحياتك، اما انتوا هتشرفوا في الحجز. مش عايز اعمل متأكد؟ اه، بس هم غلطوا. محدش معصوم عن الغلط، بس للأسف الظروف بتحط لكل واحد في مواقف وحشة، وهم كانوا تحت ضغط الظروف. هم غلطوا وراحوا لأسهل طريق، بس بلاش نكون احنا والدنيا عليهم. والله العظيم الظروف كانت أقوى مننا. محدش عايز يكون كده، عارف؟ بس بلاش غلط مرة تانية. وخرجوا من القسم ومشوا علي والدكتور، وهم رجعوا على الفيلا. مهاب وحشتني. حسام، مين عمل فيك كده؟ ولاد الحرام. ايه ده يا روحي، موجوع؟ نادر حبيبي، انت كويس؟ اه يا حبيبتي. مارك، كنت خايفة عليك. عملتوا ايه؟ خلاص ظهر الحق. ياه، اخيرا الحمد لله. وكانوا فرحانين قوي، وقرروا يعملوا اكل وحلويات علشان يحتفلوا مع بعض. مش مصدقة يا بنات، كل حاجة رجعت كويسة.
علشان الحاجة اللي بتسيبيها على ربنا بتجيلك في النهاية، مش شرط زي ما انت عايزة، ممكن تجيلك بصورة تانية ورزق تاني أجمل وأحسن من اللي انت كنت عايزاه كمان. وكل ما كنت مؤمن بأن اختيارات ربنا أحسن من اختياراتك لنفسك، كل ما تقبلت أقداره برضا وسعادة وشفت فيها الخير والبركة اللي ما كانوش هيتحققوا في غيرهم. وافتكر انك لما بتسلم امورك لله فانت بتسلمها للي في ايده مفاتيح الامور كلها، وقادر يفتح لك كل ابواب الدنيا ويشقلب لك حالك لافضل ما كنت بتخطط له وتتمناه. اللي عند ربنا مش بيضيع. المهم اننا مع بعض عارفين دايما اللي بيفرق في كل حاجة التوقيت، توقيت الكلمة الحلوة والطبطبة، توقيت الأسف والاعتراف بالغلط، توقيت إنك تراضي حد، توقيت القرب والبعد والسؤال، وتوقيت كلمة وحشتني. التوقيت ممكن يخلي علاقات تعيش أو تنتهي من غير أي ندم. توقيت الكلمة بتغير شكل حياتك. يا أبو كلمة انتي. وفضلوا قاعدين مع بعض وبيضحكوا، وبعد كده كل واحد خد مراته ورجع بيها الفيلا. وعند مهاب وعش، بحبك قوي يا عش، بموت فيك يا حبيبتي. ومرت الأيام عليهم وهم مبسوطين قوي. وفي يوم خد مهاب عشقة على مكان. ايه ده